الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة والأخوات، نحدثكم في كلمة هذا اليوم عن فضل يوم عرفة. أيها الأحباب، إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعة وتنقضي سريعة، هي محط الآجال ومقادير الأعمال، فاضل الله بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات، تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة، والذي تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، وسأوردها لك أخي المستمع حتى يسهل حفظها وتذكرها. أولا، يوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم، وقد قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة. ثانيا، يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال ذو القعدة ذو الحجة. ثالثا، يوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه، قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. ويوم عرفة هو أحد الأيام 10 التي أقسم الله بها، منبها على عظيم فضلها وعلو قدرها، فقد قال الله تبارك وتعالى: وليال 10. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها 10 ذي الحجة. قال ابن كثير وهو الصحيح. خامسا، يوم عرفة هو أحد الأيام 10 المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث رواه الدارمي وحسن إسناده الشيخ الألباني. سادسا، يوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. سابعا، صيام يوم عرفة، فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام 9 ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. فعن هنيدة ابن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين. الحديث صححه الألباني في كتابه صحيح أبي داود. كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه 9. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. الحديث رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج، وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف. ثامنا، إنه يوم العيد لأهل الموقف، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. تاسعا، عظم الدعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء
دعاء يوم عرفة. هذا الحديث صححه الألباني في كتابه السلسلة الصحيحة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره من الأيام. 10. كثرة العتق من النار في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الحديث رواه مسلم في الصحيح. 11. مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. حديث رواه أحمد وصحح إسناده الألباني. 12. التكبير. فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين: التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة. قال ابن حجر رحمه الله: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهم أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة، حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما، والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة. 13. فيه ركن الحج العظيم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والحديث متفق عليه. هذا ما تيسر جمعه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين أعمالهم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.